ما فيش شك ان موضوع سد النهضة بيؤرق كل المصريين. كل يوم بنصحى الصبح بنقول يا ترى المية هتستمر في نهر النيل العظيم بتاعنا وهتوصل للترع وهتوصل للقرى بتاعتنا ونقدر نستكمل الحياة ولا لا. الحقيقة كان بالنسبة لنا مفاجئ ان احنا نكتشف انه في اثيوبيا هناك جبهة معارضة لسد النهضة، وبيسعدنا ان احنا نستضيف عندنا النهاردة السيد جومادا صوتي، وهو من ابناء جبهة تحرير اورومو، وايضا الكاتب الصحفي ايمن عامر. مساء الخير. مؤسس البرلمان الافريقي. والسيد جومادا صوتي ايضا احد اعضاء البرلمان الافريقي والمتحدث الرسمي لأبناء جبهة أورومو. مساء الخير وبرحب بيك في مصر وأهلا بيكم. حضرتك كنت بتقولي قبل الفاصل إن أورومو أو أبناء شعب أورومو يمثل حوالي 40 مليون من 80 مليون إثيوبي. إذن أنتوا حوالي 50-60% من الشعب الإثيوبي، وبتقولي إنكم بترفضون إقامة سد النهضة. إيه أسباب رفضكم لسد النهضة؟ أولا نشكر أختنا الإعلامية مريم وقناة أوربيت باسم شعب أورومو وباسم الشعب الإثيوبي، ونيابة عن نفسي أنا اسمي جمادة كما قلت سابقا، اسمي جمادة وعضو في البرلمان الإفريقي ومسؤول إعلامي عن الشعب الأورومو لتوضيح قضيته للشعوب الأخرى، خاصة للشعوب العربية التي لا تفهم أي حاجة عن الشعب الأورومي. إنه في إثيوبيا يمثل 60% من الشعب، وواقع تحت الاحتلال الأقلية الحاكمة حاليا في إثيوبيا التي هي أقلية اسمها أقلية وياني التجرينية، العرق التجريني اللي هو في الشمال. إذن أبناء الشمال هم الذين يتحكمون في النظام، يتحكمون ويهجرون ويسجنون الشعب الكبير اللي هو شعب أورومو لعدم معرفة العالم الخارجي بهذا الشعب الذي هو شعب عريق وله ارتباطات عريقة مع شعب وادي النيل. حتى في دراسة عملت من سنة تقريبا إن الشعب مصر القديم خاصة شعب سيناء وشعب أورومو عرقهم يعني واحد. أيوة. وبأبناء النوبة وشعب عريق يمثل في قرن إفريقيا كله أكبر كتلة شعبية متماسكة هي شعب أورومو. صحيح. وهو الشعب الأثيوبي له خصائص يعني وله أولا أنتوا لم تحتلوا أبدا. صح، ده لم تحتلوا أبدا زي بقية شعوب أفريقيا. عندكم جيش قوي، عندكم عزة وتاريخ، وإحنا بنبص لكم بنلاقي يعني بافتخار انتوا شعب الواحد يفتخر بيه. لكن حضرتك النهارده بتقول لي انه في قله حاكمه لجموع الشعب، شعب اورومو، وان شعب اورومو رافض اقامه السد. ليه؟ ايه الاسباب؟ اسباب رفض اقامه السد. يعني روج ان السد سيخدم جموع الاثيوبيين. طبعا احنا بالنسبه لنا كشعب مصر يعني احنا بندفع ثمن، ولكن لما احاول ابص لها من نظرتك انت، عايزه افهم انتوا كشعب اورومو رافضين ليه السد؟ نحن لسنا لوحدنا، شعب اورومو بالاغلبيه والشعوب المتحده هناك موجوده شعوب المتداولة مع الشعب الاورومو وكلهم رافضين هذا السد. لان السد هذا بني اساسا يروج له لكي يكتسبوا به حاجه سياسيه ما في نفسهم، نحن لا نعلم، لكنه لا ينفع الشعب الاثيوبي مثقال ذره. ان كذا انهر لو تنظر الى الخريطه، ده عندكم حوالي 10 انهار. 10 انهار. وعندنا نهر كبير عابر برضه لاثيوبيا ينزل في البحر الاحمر اسمه هواش. وعندنا نهر جيبي، وعندنا نهر وابي شبيلي. يعني عندنا أكثر من 7 ولا 8 أنهر يعبروا عن إثيوبيا، وبعضهم ينزل في المحيط الهندي عن طريق الصومال، وبعضهم بينزل في البحر الأحمر، بعضهم ينزل في البحر الأحمر، وبعضهم وعلى منحدرات. يعني على منحدرات. ده كله في وسط البلاد. لو كانوا عاوزين زي ما هم يقولوا ينفعوا الشعب هذا كهربائيا ولا اقتصاديا للزراعة، وكانوا عملوا سد لتوليد الكهرباء عن هذه الأنهر. على سد النهضة. هذا السد
لا نعرف له سبب، إنهم لكي يغطوا فشلهم السياسي الداخلي، المعارضة الضخمة من الشعب الأورومو ومن الشعب الأمهري ومن الجبهة تحرير أورومو والأوغادين، كل الشعوب الموجودة في إثيوبيا انفدت على هذا النظام لكي يغطي هذا الفشل. هرب إلى سد النهضة اعتقادا منه أن يكتسب الوحدة من هذا الشعب. إذن يعني حضرتك بتقول لي إنه النظام القائم على إثيوبيا رغما عن أنف الشعوب شعوب أورومو والأمهريين وعدة يعني نقول إيه مكونات الشعب الإثيوبي، يعني إن هذا النظام القائم يغطي على فشله بسد كبير يحاول أن يجمع جميع الإثيوبيين حوله. هذا هو بالضبط. طيب بس مين المحرك؟ يعني هذه الخطة بقى. المحرك الشعب الإثيوبي بريء عنه، لكن في إيد خارجية كإسرائيل، كالولايات المتحدة، كإيطاليا، وتركيا كمان لها استثمارات ضخمة في المنطقة. يعني في إيد خارجية يمونوا هذا السد من تحت لتحت. طيب كان في، معلش انا هاجي لحضرتك على طول، بس لما يبقى عندنا ضيف كريم يعني نبقى حابين نستفهم. كان في سد اتبنى قبل كده والسد ده انهار، وفي بعض الدراسات اللي بتقول انه سد النهضة قابل للانهيار، ودي احد المشاكل اللي احنا بنعاني منها، لانه اذا انهار سد النهضة بعد ملئه فده هيهدد الخرطوم وهيهدد القاهرة وهيهدد جميع الأراضي مرورا بالسودان إلى مصر، وهتبقى كارثة بكل المقاييس. يعني كيف يبرر النظام الإثيوبي هذا، يعني بالرغم من الدراسات التي أثبتت أو تقول أن من الممكن أن ينهار السد؟ الشعب الإثيوبي كان اعتقد أن هذا النظام يشتغل لمصلحة الشعب، اعتقادا منه خطأ، يعني أن الحسابات دي طلعت خطأ، وأن النظام صرف مبالغ كبيرة وأعطى لشركات صينية ولشركات إسرائيلية في وسط البلاد، يعني بالضبط في هذه المنطقة اسمه سد جبي. ده بنوا هناك أكبر سد لمدة لا تقل عن 7 ولا 8 سنين، وكانوا يبنوا فيه، وكانوا كل يوم يتكلموا إذا بنينا هذا السد هنقول للسلام وداعا، والشعب استبشر خيرا، يعني انه اذا بنوا هذا السد وعملوا منها توليدات، والشعب الاثيوبي عامه ما عنده كهرباء الا المحطات التي بنتها ايطاليا ايام الحرب العالميه، هي قتلت حوالي 55,000 واحد. دي لهذا الشعب بنت لهم محطه الى الان المحطه الوحيده اللي تشتغل للكهرباء هي المحطه اللي اعطتها ايطاليا هديه للشعب الاثيوبي. تمام. والشعب لما استبشر خيرا وعملوا افتتاح ضخم، ورئيس الوزراء السابق الزيناوي حضر وقالوا خلاص وداعا للسلام، وبعدها ب3 شهور انهار السد. والله انهار السد، ولا اعلنوا في الاذاعه ولا الجرائد ولا تكلموا مره. انهار السد ولم يعلن عنه. هم كانوا عاملين له خط بين جبلين، وباين كان حفروا تحت الجبل، وكان المويه تمشي من هنا وتنزل على توربيدات، والجبل هذا تهدى على التوربيد نفسها وطمر ابوها خلاص، وكذا صرفوا عليه ملايين الدولارات، ولا قالوا عذرا ولا اعلنوا عنها انه حصل كذا وكذا، وانكتموا، وبدل ان يقولوا عذرا وفجاه انتقلوا للضفه الاخرى التي تبعد عن السودان. نحن نسميها هذا السد السوداني. السد السوداني يبعد عن السودان 18 كيلو. 18 كيلو من الحدود السودانية؟ من العاصمة مع ان انتوا العاصمة بعيدة عنها. العاصمة أديس أديس أبابا يبعد 1200 كيلو. 1200 كيلو من العاصمة؟ كيلو من العاصمة. طب ايه المنطق؟ ده يعني المنطق نحن ما يعني لعبة سياسية، نحن اعتبرناها أخيرا لعبة سياسية يلعبها النظام فقط لكي يغطي على الفشل بتاعه بس. لعبة سياسية يلعبها النظام. وهل فاق كل الشعب الأثيوبي أم فقط بعض فئات الشعب الأثيوبي؟ نعم. يعني هل الكل في أثيوبيا الآن يرى أنها لعبة سياسية ومن شأنها أغلب الشعب إلا المستفيد عن النظام، النخبة الحاكمة والعسكريين، هو يعني على كل حال هو ماسك الجيش. اللي ماسك الجيش. هو ماسك الجيش الحين. مثلا أي واحد أورومي
يترقى لدرجه جنرال اذا يوصل خلاص ما فيش. اذا وصل جنرال يا يقعدوه يا يرموا له اي تهمه ويحطوه في السجن. كان عندنا اسمه برجيدر الجنرال كمال قلشو، كان يعني برجيدر، هو كان في افريقيا الوسطى يوم الحرب الاهليه في هناك. بعد ما وصل الدرجه دي رموا له اي تهمه وطردوه لبرا. حتى رئيس الاقاليم الاورomية في 2 منهم هربوا موجودين لامريكا، واحد منهم راح قبل شهر اسمه جنيدي سادو، والثاني هرب من حتى الاقاليم الرؤساء يعني حضرتك بتقول لي انه في الجيش الاثيوبي بيتم اضطهاد الاراميين الاراميين والاورومو. الاوروميين، ايوه الاوروميين. في اضطهاد يعني رسمي حتى معروف لدى الشعب انه يعني الجيش مكون فقط من هذا العرق، من هذا العرق اللي هو انهي عرق بقى؟ تيجري. شوف تيجري. انا جبت الحين هذا الكتاب وقدمها باسم الشعب الاورومو ولحضرتك لمريم الاعلاميه. الله يخليك. منطقه شوف شكرا لو جزيلا. كده ايوه لو تشوفها شوف منطقه هنا في الشمال فوق خالص. تيجري دي جنب اريتريا. جنب اريتريا بالضبط. جنب اريتريا. هم عرق جزء منهم يتبعوا لاريتريا. تمام. ولا يصل لهم النيل ولا من اليمين ولا من اليسار، يعني بس هو حقدا منهم على شعب مصر، يعني فيه عداوه تاريخيه قديمه حصلت بينهم. يوم كانوا هم مملكه لوحدهم كده مع اريتريا على الشمال، مملكه اسمها اكسوم. وكانوا المصريين مع الاتراك هاجموا شمال السودان واستوطنوا في سواكن وفي الخرطوم. ده الكلام ده من ايام اسماعيل باشا. ايوه من ايام اسماعيل باشا. هو حصلت معهم حربين في 1 نوفمبر و14. بس دول يعني من 1875 لسه شايلين لنا من وقتها. من 1875 الى الان في 5 ولا 6 مدافع اخذوه من الجيش المصري ولا زالوا يحتفظوا به الى الان في المتاحف عندهم في اكسوم، يعني في منطقه تيجراي. وفيه ميداليات تعطى للجيش الاثيوبي حاليا باسم هذه المعركه، اسمها معركه جوندت. يعني كانوا حاملين حقد يعني قديم 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 قديم. بس ما لاقين فرصه. الحين جاءتهم انهم استولوا على السلطه بدعم داعم هناك. مين بقى دعم الداعم ده؟ هو كان النظام الشيوعي. طبعا كان يميل الى الروسيين. وبعد ما انهارت الشيوعيه في العالم كله طبعا انهار النظام عندنا، وهرب الرئيس اسمه منجستو حيلي ماريام، هرب الى زيمبابوي. وكانوا هم معارضه، نحن قبلهم كنا في المعارضه، نحن كجبهه تحرير اورومو كنا قبلهم في المعارضه. هو المفاجاه بالنسبه لي انه الدعم الامريكي ياتي لشعب التيجري ولا ياتي للشعب الاثيوبي كله. بالزبط. هذه هي المفاجاه. هذا اللي حاصل. يعني يوم كانوا هم في المعارضه هم بيمثلوا كم في المية من الشعب الاثيوبي؟ لا هم يمثلوا قليله خالص، اقل من 10%. اقل من 10%. اقل من 10% للشعب. اقل من 10%. وهم المتحكمين في الجيش؟ هم المتحكمين في الجيش. ويضطهدون الاراميين والشعب اورومو من دخول الجيش؟ الاوروميين ويضطهدون الامهره بشكل فظيع. يعني الحين واحد رئيس الوزراء اسمه وزير الدفاع اسمه سي ابرهة، وكان اتهموه بمحاوله انقلاب على رئيس الوزراء الاثيوبي، وقبضوا عليه وحطوه في السجن. يعني خلوه يزور كل السجون، وبعدها كده افرجوا عنه بنظام عفو رئاسي وما شابه. وبعدها هرب الى امريكا واعلن في اذاعه صوت امريكا، قال ان السجون في اثيوبيا قال كلها تتكلم اللغه الاوروميه. والله بهذا اللفظ قالها كده. لا حول ولا قوه الا بالله. الحقيقه انا يعني هسمع من حضرتك بس يعني موقف البرلمان الاوروبي قبل ما الافريقي قبل ما نختم هذا اللقاء. هو طبعا موقف البرلمان الافريقي هو موقف مصر والمصريين، وموقفنا أننا لسنا ضد الشعب الأثيوبي ولسنا ضد النظام الأثيوبي في إقامة مشروعات تنموية وترفيهية للشعب والدولة الأثيوبية، شريطة ألا تضر يعني بدول حوض النيل ودولتي المصب مصر والسودان. وكما يعني ثبت بالدليل المطلق وتقرير اللجنة الثلاثية المشكل من مصر والسودان وأثيوبيا و4 خبراء دوليين، فكانت اللجنة 2 من مصر 2 من أثيوبيا 2 من السودان و4 خبراء دوليين، أن السد سيشكل خطورة كبيرة على مصر وعلى حصتها التاريخية والقانونية.
وبما سيضر بالأمن القومي والغذائي والمائي لدولتي المصب مصر والسودان وأيضا أثيوبيا ذات يعني نفسها، وسيضر بالأمن القومي في القارة الأفريقية بشكل عام، خاصة أننا علمنا أن سد غبي تم انهياره بعد يعني 3 أشهر فقط. ومن المعلوم أن يعني منطقة بني شنقول المبني عليها سد الذي يبنى عليها سد النهضة الآن هي منطقة أيضا يعني للزلازل وتوابعها. يعني الخبراء يؤكدون أن من الممكن أن يحدث زلزال للمنطقة وينهار السد، وبذلك سيحدث فيضان كبير يعني سيغرق جزء من اثيوبيا وسيغرق يعني ودي كامل. في حد ذاتها تبقى كارثه كبيره جدا. بالتاكيد هتبقى كارثه لمصر والسودان وكارثه لمصر، فطبعا وكارثه لاثيوبيا ايضا، وكارثه لاثيوبيا ايضا. نعم فنحن كنا ليس ضد بناء السد في حد ذاته، ولكن لابد ان يكون هناك يعني مشاركه في الاداره والبناء والاخذ بالتوصيات. ده كان احد الاقتراحات اللي تم يعني ايه قفل الباب والمجال امامنا. الحقيقه انا مش عارفه يعني ارحب بيك بالقدر اللي اتمناه. شرفتنا ونورتنا في برنامج على الهواء استاذ جمادة صوتي من جبهه تحرير اورومو والمتحدث الاعلامي نيابه عنها. اهلا بيك في مصر، اهلا بيك في برنامج على الهواء. استفدنا كتير ان احنا عرفنا حاجات ما كناش نعرفها. يا ريت نتواصل اكثر مع اخواتنا في افريقيا ونسمع منهم، محتاجين اكيد ان احنا نسمع فيهم. نص دقيقه بس. نص دقيقه اتفضل استاذ ايمن عامر. نعم، هو يعني اؤكد ان البرلمان الافريقي هو برلمان شعبي يضم الان اكثر من 20 دوله افريقيه، وجميع الدول وممثليها من الشعوب يرفضون بناء سد النهضه بالكيفيه التي يراد بها النظام بناؤه ويضر بمصر والامن القومي، يعني كما قلت يعني بدول حوض النيل والمصب والمنبع، وكلهم يتكاتفون ويتضامنون مع مصر، ومنهم شعب اورومو الاثيوبي والذي يمثل نصف الشعب الاثيوبي. ونحن أستاذ أيمن عامر، البرلمان الأفريقي حسب كلام حضرتك لا يؤيد بناء سد النهضة. أيضا شعب أورومو الذي يمثل 60% من الشعب الإثيوبي لا يؤيد سد النهضة. طب ليه سد النهضة؟ ده اللي هنعرفه بعد كده وبعد الفاصل اللي هنطلعه دلوقتي.